المرحلة اللي احنا بنمر بيها. بالعكس، الدستور قد راعى في كل الامور، لكن الحاجات اللي قيد فيها قيد قيام الاحزاب على اساس ديني. انني اقول لك ان الدين هو امر فوق رؤوسنا، ولكن إن هذا الدين انا الزم الحاكم ان يكون ذي مرجعية دينية. اما الدولة فلا بد وان تكون مرجعيتها مرجعية مدنية قائمة على العدالة والقانون. ايها الزميلات والزملاء، قد تكونوا اطلوا وقد تكونوا قد مللت من هذا، وقد يكون بعضنا قانون معاك يا سيادة المال، قد يكون صقيل الظل على الكثير، ولكننا وبعد فوات 3 سنوات عملنا جميعا محامين وقضاة فيها، فكلنا افتى في القانون حتى ولو لم نكن متخصصين فيه. وكلما فتحنا محطة تلفزيونية رأينا وجوها جميعها يتحدث في القانون ايا ما كان تخصصه، وهو من الامور اللي كانت زمان بتحصل في الافلام. تلاقي الراجل وكيل النيابه في الفيلم بيترافع ويقول انني اطالب بتطبيق نص الماده 990. الماده 990 دي بتتكلم على سرقه بغله، وهو بيتكلم على اعلام ما بصش الماده اللي نمرتها كام. احنا بنتكلم دلوقتي على قضيه مصر. يا جماعه الفتره دي حرجه جدا في تاريخنا. لم اكن اتمنى ان اكون من الاحياء في هذه الفتره، ولكن شاء القدر لكم جميعا ان يذكر التاريخ انكم انتم من دافعتم عن تاريخ مصر، انتم من وقفتم ضد المعتدين على مصر. لابد وان نكمل طريقنا. سيبدأ طريقنا اليوم بأن نخرج جميعا نحتشد. سوف تلقى علينا القنابل فأهلا بها، سوف يطلق علينا الرصاص فأهلا به. نحن نخرج لمصر كما خرج أبناء مصر في 6 أكتوبر سنة 3. إن كان منكم من يخشى على حياته فحياته مهددة من هذا الفصيل، لأنهم لو جاءوا سوف يعلقون المشارق للجميع. إنهم يستهويهم أن يروا دماء المصريين، يستهويهم أن يرهب المصريين، يستهويهم أن يقوموا بكل ما لا يقبله عقل أو منطق ولا يخرج عن شخص يعلم أن الله حي لا يموت. هؤلاء الناس احنا لازم نخرج ولازم نخرج. هيضربوا ايه يعني؟ هنفترض ما احنا ممكن تقوم حرب وتنزل قنابل. مصر بتهاجم من 7000 سنة وبتحررها. مصر الهكسوس دخلوا قعدوا فيها 100 سنة وخرجوا واحتلت ارضهم من الجيش المصري. احنا يا جماعه ما احناش ناس قليله، وهم الظاهر نسيونا ونسيوا ان المصريين اخطر شيء لانك تستنفرهم انك تتحداهم. تحدي المصري يؤدي على الفور لقيامه. ان المصري ممكن ان يكون هادئا وساكنا ما لم يتحداه احد، اما اذا تم هذا التحدي من ايا ما كان فتكون النتيجه قيام المصريين. قامت ثوره 25 يناير عندما قال الرئيس الاسبق دعهم يلعبوا، عندما فكروا في اعاده النظام الانتخابي السليم. ثم اتى هذا الرجل الذي جاء
جاء ليأكل بالشكل الذي كان يرغبه في حياته، فحول القصر الجمهوري إلى مطعم كبير له ولأخوانه من الفتح. مش عاوزين نمسكه عشان ما يبقاش ان احنا بنتكلم كلام خارج الحدود، لكن اذا كنتم ما تعرفوش ان التحدي يؤدي الى قيام المصريين، فانا هنا باسمكم اقول نحن مصر ونحن نقبل التحدي. والسلام عليكم ورحمه الله. بس على فكرة يا سعادة المستشار، دي مش ثورة بتاعت 25 يناير، دي أحداث 25 يناير. يجب أن نتفق وأن نبرز ما يؤدي إلى الاتفاق ولا نختلف، لأن الاختلاف يزيد الخصومة قوة. شكرا لسيادة المستشار يحيى القدري. وشرفنا في هذا اللقاء الأستاذ الدكتور صفوت النحاس الأمين العام للحزب، فليتفضل. الثورة قبل ما تعمل حاجة يا أخي، الثورة في المجتمع زي النار بالنسبة للمعادن. الثورة في المجتمع زي النار بالنسبة للمعادن. اللي قال كده شمشة القص، طبق على النفائس وتنقص الخبائث. زي ما الثورة 23 يوم عملت ان احنا البنها ديت مدرسة من المدارس الوطنية القديمة اللي طلعت على عباس حلمي الدم سنة 14 وموتته وقتلته في الحتة اللي انتوا قاعدين فيها دي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم